بصوا بقى النهارده حاولت كده اصور وانا في السوق، ما عرفتش، اتكسفت مش عارفه ليه. آم، لقيت ايه بقى، حد بيضرب كفته وريحتها كانت حلوه قوي ما شاء الله. الاول انتوا عاملين ايه واخباركم ايه؟ بصوا جبت ممبار، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، بلدي ماشي. الراجل ادوني على 120 ماشي. وجبت ليمون عشان كان خلص من عندي، الكيلو ب24، الليمون النضيف ده بكيلو ب24. جبت شويه توم بقى وانا ماشيه عشان حضرت له الحاجه من السوق، عشان انا ما كنتش واخده معايا حاجه، كنتش عامله حسابي ان انا هعمل كل دوت. جبت بقى توابل على بعض وحطيت منها، وجبت توم متقشر وحطيت منها على الكفته ايه وهي بتتضرب. الكفته فين؟ الكفته اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اهي جملي، الجملي ب 350 يا عيال، والمفروم كمان. وجبت مفروم، قلت اليوم تاني هو فين المفروم مش عارفه، بس هشوفه فين، هشوف المفروم فين. وجبت ايه، ترش بلدي. حتى بصوا البصل، جبت نص كيلو بصل علشان اعمل اضرب الكفته في الشارع. جبت الخضره من الشارع والرز كان ناقص اجيب حله واطبخ بقى في الشارع. وجبت ترش بلدي. وجبت حاجه حلوه قوي يا عيال وانا ماشيه في الشارع، انا خسيت قوي، فكل حاجه بقت كبيره عليا وبقى صعب الاقي مقاسي. جبت العبايه دي، هبقى اوريها لكم وهتصور لكم بيها كمان اوريها لكم. جبت العبايه دي ب 290 تقريبا. وجبت الفستان ده، هو عامل زي العبايه برضو، انا جايبه حاجات انزل بيها في السريع ماشي، اللي هو كده الستايل اللي موجود في كل حته ده ماشي، بس بكم بقى. قلت ايه، هلبسها زي العبايه كده، هبقى افرجه لكم بقى باستفاضه كده لما ايه جهز للعيال الفطار الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عيال، اللحمه المفرومه جبت نصين، قلت هبقى اعمل ايه، صينيه رقاق جنب الممبار. وبس بقى هحط بقى الكفته شويه في التلاجة، احط كيس في الفريزر وهستعمل كيس دلوقتي، بس هحطه شويه في التلاجة عشان يمسك نفسه ويعرف اصبعه. وهبص ضوافري دي عشان مضايقاني اوي اهو يا عيال. حطيته على شماعه عشان تشوفوه اهو، وقولوا لي ايه رايكم. ده الكم بتاعه اهو ماشي، هو كده بس وطويل. وخلاص على كده، وعايز تأثر عليا طبعا شوية ماشي، وهوريكم التاني برضو اهو يا بنات. ده التاني اللي جبته برضو، بيتقفل بزراير لحد تحت بفتحتين من الجناب ماشي، لازم بنطلون تحتيه يعني. والاسوره بتاعته حلوه قوي وتقفيله حلو صراحه، عجبني. ستايل لارج، فلا مقاسه حلو عجبني بصراحه. انا بقيت صعبه الاقي مقاسي مش عارفه، فالحمد لله يعني. بس فعجبني، قولوا لي بقى ايه رايكم. شكله ظريف جدا وحلو قوي في اللبس على فكره، انا ماليش في الستايل دوت بس عجبني بصراحه. بصوا يا ولاد الصينيه دي جميله قوي. هقعد بقى اصبع الكفته ماشي، انا علقت على الرز وقلت ايه اقعد اصبع الكفته بقى ايه على مهلي، دول شويه زيت، وهقعد بقى ايه مع نفسي كده اصبعها. بصوا ايه رايك في الصينيه دي، ب35 جنيه، جبتها برضو من السوق يا عيال. اهو يا عيال بقى خلصتها صبعتها كلها، عملتها صوابع كبيره، بصوا قد ايه ما شاء الله. عملتها كده صوابع كبيره عشان يبقى الصباع كده، وبرضو ما قصيتش ضوافري، سامحوني بقى، انا بحب اقصهم اصلا على فكره، مش لاقي القصافه. هقوم بقى احمرها، وزمان الرز خلص، واجهز بقى الايدام بتاعها او الصلصه بتاعتها، واسقطها فيها بقى كده مع بعضينا. يلا بينا. بس بقى ايه، حطيت الطاسه وهحمر بقى ايه الكفته كده واحده واحده، مستنيه بقى الزيت يغلي كده. كل ما اعمل دايت تبوظهولي. بنتي يا عيني عايزه تعمل دايت في رمضان، مش عارفه، كل يوم تقولي بصي انا همشي على دايت، تلاقيني اطبخ تقولي ايه ده يا ماما، انت ازاي تعملي الاكل ده يا ماما؟ لا ما تعمليش كده يا ماما. النهارده ف عملنا كفته. امبارح كان فته، اول امبارح كان فته، وامبارح كان فته بقى وملوخيه وكده. وانا بعشق الملوخيه والكفته. اه، والنهارده بقى كفته. ف
هعمل لها ايه طيب يعني. بسم الله اهو يا جماعه. بصوا بقى، اعملوا لنا لايك يا جماعه، وكومنت يا جماعه وادعمونا يا جماعه عشان احنا بنعمل كفته يا جماعه. اللحمه الجملي ب 350 جنيه يا جماعه. الجملي معرفش الجمل ايه اللي حصل. لو ما تعملش اكل بكره عشان انا لازم اعمل دايت بجد. قولوا لي نعمل بكره اكل ايه ينفع مع الدايت، عشان بنتي مش عايزين اطبخ خالص. ماشي. هتحمر وهطلعها بقى وانا واسقطها في الصلصه. هجهز الصلصه دلوقتي كده بقى بتاعتها، التسبيكه بتاعتها و بس وخلاص. وده كده هيبقى يومنا يعني. انا مش بعلمكم حاجه طبعا، انا بحكي لكم انا بعمل ايه في حياتي وخلاص. هنا بقى هعمل التسبيكه بتاعه الكفته. ماشي. اللهم صل على النبي، صلى على النبي. يا جماعه بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو قوي. انا حطيت معلقه سمنه بلدي. ابقى اقول لكم على الفيديو اللي لو حد عايز يعرف جبتها منين. حلوه قوي 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 ما شاء الله تبارك الله. السمنه البلدي بتاعتها حلوه قوي، بس انا جبتها من شهرين كده ولا حاجه. ماشي. فهحمر لها بقى البصلايه. انا ما عملتهاش في الكبه، عملتها على ايدي كده في السريع. وهحط لها بقى صلصه. انا مصلصه، هطلع كيس وهحطه عليها مع قرن فلفل. مش لاقي فلفل اخضر؟ طب خلاص. كنت عايزه اقطع عليها قرن فلفل اخضر وما عنديش، مش عارفه ازاي الصراحه. متاكده ان انا لو دخلت وشفت انا هلاقي، بس يلا الله يهديهم. نطلعها بقى صفي كويس كده. وايه، هتتخطف دلوقتي يا ولاد دي، بس في الصيام لا 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 لا, لا طبعا مش هتتخطف. الحمد لله انت في امان. اهو يا عيال بصوا، نزلت بالصلصه تمام على البصله بعد ما اصفرت. ماشي. بما اني بقى ما عنديش فلفل فهحط ايه، حته هريسه. يا رب بقى يستر وما تبقاش حراقه، لان انا حاطه شطه وهي اللحمه بتتضرب اصلا وهي الكفته بتتضرب. نحط بقى ايه، نص معلقه هريسه كده. حلو الكلام. ونسيبها بقى ايه. الصلصه دي انا كنت عاملاها قبل رمضان بصراحه، ما شاء الله الموضوع حلو قوي. انا ما كنتش من مشجعين تخزين خالص يعني، حتى ما جبتش ديب فريزر لاني عارفه اني مش هستعملها. بس حرفيا دلوقتي بفكر ان انا اجيبه، بس هجيبه بالصلصه. بس انا مش بتاعه تفريزر، بس والله الواحد بيحتاج يعني. اهو جبت الكفته شلت نصها في الفريزر. الفريزر شايل حاجات كتير قوي وصغنن، لان التلاجة بابين، فهو باب الفريزر بس كده وشكرا. حطيت الطاسه التانية. بصوا بقى لما بتخرج من الزيت، بصوا بتصغر ازاي. بصوا هنا عامله ازاي وهنا عامله ازاي. لو احنا بقى مش في صيام كان زماني انا وعيالي خلصناها. بصوا ما فكتش ولا فرقعت ولا الحركات دي خالص. انا حطيت كيلو ونص رز على كيلو اللحمه على 4 حزم خضره. حتى الجزار بيقول لي كتير كيلو ونص على كيلو اللحمه. قلت له ده امي كانت بتحط كيلو الا ربع على نص كيلو لحمه. ف حلوه كده بصراحه. انا كنت خايفه تفرقع والكلام من ده، بس بصراحه ما شاء الله جميله وما فرقعتش ولا حاجه، وان شاء الله طعمها يبقى حلو.